كيفكن؟ شو الأخبار؟ معاكم علي. اليوم بهذا الفيديو راح نحكي كيف عبرت من أدرنا لإلى حدود البلغارية. بس أول ما نبلش في الفيديو جيبوا معاكم شي مشان تشربوا، يا عصير يا ريد بول يا حيالله شي، لأنه هذا الفيديو راح يطول شوي. وبعرف أنا تأخرت بتنزيل هذا الفيديو، بس والله العظيم عليه ضغط شي مو طبيعي بآخر فترة. قبل ما نبلش في الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وخلينا نبلش. mouth. Nice. اوكي، مثل ما حكينا انا قررت اطلع على اوروبا وشلفت اول مقطع وكتبت العنوان: انا قررت اطلع على اوروبا يا جماعة الخير. طبعا بس انا تأخرت بتنزيل هذا الفيديو لانه عليه ضغط شيء مو طبيعي باخر فترة. المهم، اليوم بهذا الفيديو راح نحكي كيف وصلت الى حدود البلغارية وشو صار معي بالتفاصيل. اوكي، مثل ما حكيت انا هون يعني قررت اطلع لاوروبا وحكيت مع العيلة وحكيت صبطت اموري وكان المبلغ يعني كتير عالي. المهم انا هون يعني صفيت ايدي على الخالص، ما خليت شي، صرت ابيع اول باول. وحتى جوالي الايفون، موبايلي الايفون كمان بعته. الحمد لله رب العالمين، بعد ما تعبت ومن هاي الامور بعته لانه انجبرت ابيع الموبايل مشان اجمع المبلغ ومشان اطلع لبرا. وانا اشتريت الموبايل عشان التصوير وبعدين بعته، بس الحمد لله رب العالمين الله يعوضنا احسن منه. المهم، انا هون صرت اصفي ايدي على الخالص و... وطبعا صرت اشتغل اضافي ومسائي، صرت اشتغل باليوم ب 13 14 ساعة مشان اجمع المبلغ اللي بدي اياه مشان اطلع، لانه الوقت اتأخر، لانه انا بخلال شهر ونص، خلال شهرين لازم اطلع. يعني لازم اطلع وكيف راح اكون، يعني عم بيجي الشتاء. وبالشتاء يعني بالشتاء انا ما بنصح اي شخص يطلع بالشتاء، لانه احتمال يعني سمح الله موت يا على الطريق يا بالبرد. يعني ما بنصح حدا يطلع بالشتاء ابدا. واحد هسه راح يطلع باول الصيف. انا بعرف انا تاخرت، انا مو باول الصيف طلعت، يعني راح تقولوا اخر الصيف طلعت انا. المهم اجت الايام وراحت واجت، انا جمعت المبلغ، جمعت نص المبلغ. مع الاسف المبلغ ما اكتمل معي وطلبت من، يعني كنت مأمن على رفقاتي على كم رفيق، وطلعوا رفقاتي يعني ما عندهم، كمان الله يعطيهم ألف عافية. والمهم بعدين طلعت يمين شمال العيلة، يعني مع القرايبين، مع شوي من القرايبين ساعدوني، يعني أعطوني المبلغ. الحمد لله رب العالمين أنا هون أمنت المبلغ، وحابب أوجه تحية لقرايبيني. شكرا لكم لأنه ساعدتوني. إن شاء الله ما راح أنسى معروفكم أبدا. المهم، أنا هون جمعت المبلغ ولازم أطلع وإن كنا فايتين بداية التاسع وأنا أمنت المبلغ. أمنت المبلغ، يعني راح تقولوا 9/1 بداية التاسع. المهم أنا هون اشتغلت يومين وبعد يومين أنا جتني عطلة سنوية 15 يوم. هاي العطلة السنوية أنا لازم أخذها بداية 2023، العطلة السنوية. بس هو المعلم أعطانا العطلة السنوية بداية التاسع أعطانا إياها، وأنا وصل عندي فرصة 15 يوم، ب 15 يوم لازم أطلع. أمنت المبلغ وحكيت مع المهرب وما مشي الحال أبدا، لأنه الطريق صار تشتيت شيء مو طبيعي. يعني تشتت الطريق، سكروا الطريق، يعني كان في تشتيت شيء مو طبيعي. والله صار أسبوع صبرت أسبوع ما مشي الحال، وأنا هون لازم أطلع، يعني 15 يوم عطلة. ودورت على شغل كمان ما لقيت، يعني الشغل خفان شي مو طبيعي بتركيا، صاير خفيف الشغل كتير. وانا اليوم هون استويت، مسكت الموبايل شقيت اليوتيوب ما خليت مقطع، ما خليت موقع، ما خليت قناة، ما خليت فيديو. Okay. يعني كسرت اليوتيوب، ويعني مقاطع كيف الطريقة البرقارية واليونانية ومن هاي الأمور. ومرت ال 15 يوم وأنا ما طلعت. المهم طبعا أنا رح أطلع لحالي لأنه رفقاتي أكتريتهم طلعوا، صفيت أنا لحالي. والحمد لله رب العالمين رفقاتي وصلوا، يعني واحد أول محاولة، والتاني محاولة، رابع محاولة، خامس محاولة، المهم وصلوا الحمد لله.
هون يعني صار نص الشهر، يعني رح ندخل بشهر العاشر وانا لازم اطلع، يعني بكره بيجي الشتي وما بحسن بطلع. المهم انا طبعا هون لحالي رح اطلع، يعني قلت خلص رح اتوكل على الله واطلع لحالي. المهم انا هون المبلغ مأمن المبلغ، يعني الحمد لله رب العالمين، المبلغ اللي أمنت المبلغ اللي بدي اياه. طبعا انا كنت رايح على المانيا، كنت انا رح اوصل على المانيا، المبلغ وصل على المانيا وانا اخترت المانيا لانه افضل شيء المانيا للشغل، وكمان انتم بتعرفوا للشغل افضل شيء هي المانيا. المهم انا هون اشتغلت يومين، بعد يومين بتصل معي ابن خالتي بقول لي سمعت رح تطلع على اوروبا، قلت له اي والله رح اطلع. قال لي وانا كمان، قلت له شو؟ قال لي ايه والله. قلت له انت مجهز المبلغ؟ قال لي انا مجهز المبلغ بس عم بستنى خبر منك. قلت له تمام. قلت له اصبر يوم يا يومين لما ما يخبرني. لما حكيت مع الوالد حكيت مع البابا، قلت له هيك قلت له احكي مع المهرب مرة تانية وشوفوا. طبعا انا هذا المهرب ما بعرفه، انا هذا المهرب جبت رقمه يعني واحد عنا بالشغل جبته، بس عم بتواصل، انا ما بعرفه شخصيا ولا شي، بس بتواصل معه على الو فقط. المهم حكينا معه، قال اصبروا يومين. بعد يومين رتلنا الخبر وقتها وخبرنا يوم الخميس، قالنا يوم السبت في رحلة. انا قلت له تمام، وانا تخليني يوم الجمعة يعني اصفي ايدي يوم الجمعة، يعني اخذ حسابي واقول له يا معلم انا عندي شغل جوز اسبوع اسبوعين ما ارجع. المهم قلت له لمن خالتي هون، خبرت من خالتي قلت له اطلع على اسطنبول، هو طبعا مقيم مع انتاب، قلت له اطلع على اسطنبول. المهرب خبرني قال لي يوم السبت المسا في رحلة. قال تمام. طلع من خالتي يوم اللي طلع حالا، هو طلع يوم الخميس ووصل يوم الجمعة على الساعة 3. وانا عم بشتغل بالشغل سبحان الله، فجأة على الساعة 5 بتجيني اتصال من والد من بابا، وبخبرني المهرب بقول لي هون المهرب بقول لي جهز حالك في عنا رحلة. لك انا قلت له يا ابن حلال ماني مشتري موبايل وماني مشتري شي، ماني مشتري شنطة. طبعا طبعا انا حاول كنت موبايل بيل بس مشان الو، حاول فقط الو. وقلت له اصبر يعني اشتري موبايل من هاي الامور. طبعا انا هون قال لي اطلع في رحلة اليوم، وقال الطريق مأمن ومو من هاي الامور. المهم انا قلت يلا، قلت خليني اخذ اسم واطلع المعلم. المهم هون فت عند معلم وحكيت خطة مصاري وطلعت. طلعت معي خلال ساعة، وخلال ساعة لازم اجهز كل الامور. طبعا انا هون ما مشتري ولا شنطة ولا اي شي، ما مشتري، بس طبعا الحمد لله رب العالمين البابا امن كل شي واشترى كل شي، بس من عاد الموبايل. وانا بنصح كل واحد ياخد معه موبايل، لأن الموبايل هو مفيد. هلا هو الريبارية المهربين بروح معك اثنين مهربين عشان يوصلوك مثلا على صربيا، مش صربيا تاخد مهرب تاني وتطلع على ألمانيا كله السيارات. المهم هون جهزت حالي وجهزت كل شي. طبعا أهم شي المي، أهم شي تاخدوا معاكم المي، وكمان تاخدوا معاكم التمر التمر والطون ومن هاي الشغلات. المهم بس اهم شي المي خذوا، يعني المي لا تكتروا، خذوا شي 10 غناني 11 غنينة. انا الله وكيلكم شلت 17 غنينة، والله 17 غنينة صرت يعني شلت مي، وابن خالتي كان شايل فوق 20، كنا مكترين مي شي مو طبيعي. المهم هون ركبنا على السيارة والمهرب حكى معنا، بعتنا الموقع، رحنا على الموقع على كسر فلان. وصلنا هون على هاي النقطة، وشوفوا الفيديو. الله وبركاته، دعونا شباب. المهم يا شباب مثل ما شفتوا هون نزلنا، وانا عبقول السلام عليكم يا شباب وسامحونا ومن هاي الامور. يعني هون انا متحمس على السوا، لانه هاي الي اول محاولة، وانا بركض 15 يوم، هاي ال 15 يوم شقيت اليوتيوب شق، وبحثت ما خليت فيديو، ما بحثت عنه، وما خليت قناة، وكمان فتت على النادي، يعني دربت حالي شهرين، وصرت اقوم الصبح من الساعة 6 صرت امشي ساعة ساعتين مشان اتدرب. يعني قلت اول محاولة وان شاء الله يعني الله ييسرنا، قلت وان شاء الله نوصل. المهم يا شباب اللي هو الريبري المهرب حكى معي، قال لي انتوا اطلعوا لفوق، قال لي طبعا انتوا شفتوا الفيديو كيف عم نروح هيك عم نروح على الجهة هاي. هلا رح احط اللقطة شوفوها مرة تانية. الله وبركاته.
طلعنا لفوق. طبعا اخوي كان هو عم صور بس هنيك اخر لقطة، وقف التصوير. طلعنا لفوق. ريبري قال لي اطلعوا لفوق، في جماعة بستنوكم فوق، بعد 5 دقايق 10 دقايق رح يجوا لهونيك وياخدوكم، يعني على المنطقة الثانية. المهم نحن يا شباب استنينا ساعة ونص هون لحالنا. وبعدين قلت له لابن خالد، قلت له خلال 10 دقايق ما بعد ساعة ونص، قلت له خلال 10 دقايق ما اجوا خلينا نرجع. تمينا ساعة ونص وما في حدا، وكمان عتمت يعني، وما معنا موبايلات. طبعا انا بنصح خذ موبايل، بس رح تطلعوا خذ موبايل، يا ابن خالد خليه ياخذ يا انت. انا كنت راح اخذ موبايل، يعني خذ موبايل 100 يورو 150 يورو، يعني ما رح تأثر عليك ترى. بس انا ما لحقت اخذ موبايل ابدا. وكمان يعني بس تاخذ موبايل تاخذ خط دولي، خذ خط دولي، والتليفون 100 يورو يا 150 يورو، بس مشان الو وتتواصل على الواتساب ومع الاهل يعني. المهم هون انا نسيت للحظتها وقف تكاسي يا اخي، صرت اوقف اتراك، وقفوا بس عشان احكي مع ابوي، ما حدا وقف شباب. وقف تاكسي واحد وتكاونت معه كمان. قال لي انت هلا وقفت مش عشان تحكي مع ابوك؟ قلت له اي والله بس مشان احكي مع ابوي، وانا جاي على اسطنبول يعني جديد وما صار لي يومين، بس احكي مع هي التفاصيل. وقلت له ما معي مصاري ومن هي الامور، قلت له بس احكي التليفون، وبس احكي التليفون. يعني صرت اترجاه شوي. طبعا هون رفض يعطيني الموبايل، وكان مع المعاملة كتير سيئة وما عطاني. بعدين وعصب وصيح وتكاونت معه من كلمة لكلمة. بعدين سكرت الباب قلت له الله معك. المهم انا طلعت لفوق ما بشوف. بعد 10 دقايق ربع ساعة بتجي تاكسي. طبعا بتجي تاكسي على النقطة وبتنزل عالم. انا قلت مين دول العالم؟ طلعنا لفوق. بعدين الريبر عم بيقول لي اطلع لفوق اطلع، عم يعيط. طلع هذا هو الريبري. المهم قلت له انت الريبري؟ قال لي انا الريبري. قلت له ليش تاخرت؟ صار معنا مشاكل على الطريق. قلت له ايمتى رح نطلع من هون؟ قال لي في جماعه رح يجوا ورح نطلع نص الليل، رح تيجي السيارات تاخذكم. طبعا نحن هون نحن اول الناس رحنا، واستنينا ساعة ونص، وصارت الساعة 9:30 يا 10. المهم اجت العالم، كنا 30 شخص نحن المهم يا شباب اجت السيارات بعد الساعة 3:30، ركبونا على السيارات وكلياتنا طبعا ركبنا على السيارات واخذونا على منطقة أدرنا. رحنا على منطقة أدرنا ونحن نسينا بدرنا. وبعد 10 دقايق اجت السيارات شالتنا. بعد ما وصلنا على منطقة أدرنا اجت سيارات شالتنا، اجوا 5 سيارات، كل سيارة ركب يعني 6 7 يعني 10. هلا نحن بسيارة واحدة ركبنا 10 أشخاص. بالسيارة ركبنا بعشر أشخاص. فالسيارة هيك يعني كبيرة شوي، مثل الهونداي هيك شي، ماني متذكر بالضبط لأنه صار أكتر من شهر ونص. المهم ركبنا فوق بعض يا شباب، ركبنا هيك فوق بعض. طبعا جناتي حطونا هيك وركبنا فوق جناتي، هذا رافع اجره وهذا عامل هيك وشو ما عرفني. المهم مشينا نص ساعة، أكتر من نص ساعة، بس داعس الصاروخ، والله داعس فوق 200. كنا نشوف نحن والشباب عبول يا الله هذا خايف يموتنا، وصلنا نقرا آيات وخايفين. المهم وصلنا على النقطة، وصلنا قبل الحدود، يعني بربع قبل الحدود شي يعني في مسافة ربع ساعة مشي. المهم طبعا الريبارية الله يعطيهم ألف عافية ما قصروا معنا أبدا، والشباب كانوا بخافوا الله، والشباب كانوا طيبين والله معنا. الريبارية هن كانوا شخصين الله يعطيهم ألف عافية ما قصروا معنا. المهم يا شباب وصلنا على النقطة، اللي خيط شنطايته واللي أكل واللي ساوى واللي عمل، وقال كمان طبعا قال يا شباب امنا بعد ما امنا ثبطنا حالنا رح نطلع طريق موت وطريق خطر. واحد انكسرت ايده انكسرت اجره رح نساعده ولبين ما نقطع ناله ان شاء الله. وكمان قال وبعد ما خلص بعد ما ظبطنا الجنايتين على 24 قال شباب قال شباب نحن رح نطلع طريق موت ورح نتميت وحده ناله ان شاء الله. وقال كلمة، قال شباب قال هذا هو الطريق، قال هذا هو الطريق. قال كل واحد راح يستخدم حب ويشرب حب ويشرب حبوب، هذا هو الطريق يرجع حالا. قال حبوب ما بدي. طبعا انا ما بنصح اي حدا يشرب من هذا الحبة، بيشربوا حبوب مشان يكونوا يعني مشان يعرفوا يمشوا مشان ما يناموا. طبعا انا ما بنصح هذا الشيء ابدا وخطر. المهم يا شباب مشينا اكثر من ربع ساعة، وصلنا التيل. التيل بينات التركي بينات بلغاري. عبرنا التيل بخلال 5 دقايق، عبرنا التيل يا شباب.
ومشينا صرنا نمشي وصرنا نسمع أصوات بعد ساعة ونص. يعني في عالم عم تنكمش وفي عالم عم تهرب، نحنا صرنا نمشي يعني كل ما نسمع صوت نغير طريقنا ونمشي، يعني نمشي أسرع ورا بعض صرنا نمشي. المهم يا شباب بعد ما مشينا طبعا كيف عندكم تلاقوا مي على الطريق؟ يعني في على الخريطة بين على الجي بي اس بين وين في. شباب اللهم صل على النبي ما شاء الله. ووقفنا على نقطة فيها مي نظيفة وبتنشرب ويعني بتنشرب وكيفنا وقلنا والله بس كان في عنا وقت كنا رح نسبح كمان فعلا. يعني ما شاء الله نهر كبير، وانا اول مرة بشوف هيك نهر. طبعا بعد ما بركنا 10 دقايق وعبينا مي واكلنا ومشينا. طبعا الجبال والله هيك نطلع الجبال، هيك نطلع الجبال ها هيك، والنسلات هيك. طبعا طريق بلغاريا صعب، ما في شي مو صعب، انا بالكن والله صعب وشفته. المهم يا شباب هون مشينا، نحنا مشينا شي يوم. طبعا صار المسا شوي العصر، وفي شباب رح تسلم حالها. لك يا شباب يا عيني يا روحي، مو على سيد وحدي ليش رح تسلموا حالكم؟ قال والله نحن رح نسلم حالنا بطلنا نتحمل. لك يا شباب ما بصير حرام عم تمشي يوم. المهم من كلمة لكلمة المهم مشينا 10 دقايق في نقطة، خيمنا بالنقطة هون تمينا ساعتين. وهذا اللي نايم واللي نام ومن هاي الأمور. طبعا أنا هونيك شوي نمت لأنه كنت يومين ماني نايم. أنا بنام نص ساعة، وانا بنام نص ساعة، بعدين ابن خالتي فيوني هو بنام شوي، انا بنام ساعة هو بنام ساعتين، ومن هاي الامور. المهم هن كانوا 4 اشخاص راح يسلموا حال ونحن ما خليناهم وساعدنا بعضنا، ويعني شلنا شوي غلط. طبعا نحن كنا شايلين يعني شايلين تقل شي مو طبيعي. ابن خالتي اخذت له فوق 19 خنينة مي، وانا اخذتني فوق ال 11 12 خنينة مي. المهم يا شباب مشينا يوم ونص وبعدين خيمنا يا شباب. خيمنا وبعدين قمنا تاني يوم عم نمشي. طبعا عم نحكي بالإشارة، بس نسمع صوت ولا نفس. عم نأشر بالإشارة هيك هيك يعني وقفوا، وهيك يعني هيك انسلوا، يعني هيك خلص انسلوا هيك انبطحوا، وهيك يعني امشوا. كنا نحكي من الإشارة، يعني عم نحكي بالإشارة يا أخي، عم نحكي بالإشارة. هم يا شباب بعد نص ساعة مشينا سمعنا الصوت. طبعا في استيراد، هذا الاستيراد هو صاير كيف حيكون سفت. أول الاستيراد صار هيك مثل ترابي، تراب يعني شوي أحمر وسفت. يعني الطريق هيك مثل الطريق بس غابات شباب، غابات كثيفة. طبعا غابات. وكمان سألنا للريبري قال إن إمتى رح نوصل على نقطة التحميل. قالنا بعد ساعة. قال فجأة في الطريق، نحن وصلنا على الطريق وكيف لك بعد الطريق في تلة هيك. بعد التلة بعد التلة رح نمشي شي ساعتين ساعة ونص. وطبعا هونيك السيارات عم تستنانا ورح نطلع من يعني عن نقطة التحميل. سبحان الله انكمشنا. هلا رح اقول كيف انكمشنا. شباب نحن عم نعدي الطريق هذا، طبعا سمعنا الصوت. قال ريبري هدوا. قال هيك انبطحنا نحن هيك يا شباب، طلع هيك ما في حدا. قال شو نحن عم نمشي يا شباب، شاف عسكري الريبري. شاف عسكري هو شاف عسكري طبعا شو اسمه البرغار. شاف عسكري قال له رجعوا لورا. نحن عم نرجع لورا وهذا معه بارودي وصار يضرب لفوق ويحكي بالبرغاري استوب استوب وما بعرف شي. طب نحن هون قال الريبري ما حدا يهرب. قال سو واحد نخلص حالنا. طلعوا شخصين هني صار يوصوا على يعني يوصوا لفوق. وقال ما يا شباب بعد ما انكمشنا نحن هون، نحن كنا 30 واحد. من 30 واحد هرب 5. فات هيك على الغابات، والريبري صار يعيط عبول يا شباب ما حدا يهرب راح يجيبوكم ومن هاي الامور. ركضوا ال5. طبعا انكمشوا ووصلوا هذا الشي والله ما بعرف. بس المهم يعني ركضوا هن. وهذاك العسكري يعني كيف يعني هذاك العسكري يعني هو يعني صار يضرب البارود يعيط. وهو هن كمان العساكر ما بيحبوا يفوتوا على الغابات بيخافوا. المهم وقفوا 2 قدامنا وال5 هربوا يا شباب. بعد 5 دقايق شي 6 دقايق طبعا اجت السيارة سيارة البرغار. صاروا هون 6 7 اخذونا هيك تبع حطونا على الزاوية. شلحنا جناتي فتشونا تمينا هيك يا شباب. بعدين بعد اخذونا واحد واحد بطحونا هيك، ونحن 30 واحد. المهم يا شباب هون يعني
هون شوي صار ضحك وصار يعني كيف راح يكون كوميدي، وحتى الريبري صار يضحك. كنا صرنا نقول الشباب راح يوصونا ونايل الامور، نقول له لا لا ما في طابة، صرنا نضحك. طبعا الريبرية على الطريق كلها هي ونص كلها ضحك ومسخرة هاي الامور. المهم الحمد لله رب العالمين كمشنا على نقطة التحميل. كانت يعني بس في تلة ونحن شايفين التلة، أنا شايف التلة. أنا منمطح هيك عبالي لابن خالتي خليني أهرب خلص حالي، عبالي دير بالك بجيبوك هدولي. يعني فوقنا كانوا فوق السبعة ثمانية. كل واحد عم يحكي، الشباب يحكي يا شباب كيف راح يكون عم ياكل ربسة من ورا على اجره. يعني شيء بسيط. المهم يا شباب العساكر شوي بعدوا، وبعدوا بعد شوي بعدين اجوا قالوا انتوا وين رايحين؟ لا قال وين رايحين؟ قلنا له نحن رايحين على المانيا. قال وين؟ قال هن طبعا نحن بنحكي انجليزي. قلنا له نحن رايحين على جرماني. جرماني يعني هي المانيا جرماني. قال بعدين قال كلكم جرماني؟ قلنا له يا وات ار يو جرماني. المهم هيك قلنا له. وبعدين سألنا قال انتم من وين؟ قلنا له نحن سوريا سوريا سوريا. هو طبعا بيحكي معنا بالانجليزي، واجى لعندي قال لي وات ار يو فروم؟ قلت له وات ار يو فروم سوريا. طبعا السوريين ما عم بضربوهم، يعني نحن ما ضربونا. بس اخر شيء بعد التفتيش ابن خالتي اكل كف، كسر واحد، بس انا ما اكلت كف هون ابدا. يعني من 25 واحد يعني 6 7 كل كف على الماشي. المهم حابب اقول لكم الحمد لله على السلامة. المهم يا شباب بعد ما قومونا من هون فتشونا، ومن خالتي اكل كف. المهم بعدين ركبونا بالسيارات يا شباب. طبعا الاكل ما اعطونا اكل. ركبونا بالسيارات، مشوا بالسيارات شي 20 دقايق. وين؟ عالتيل التركي. وين نسلونا؟ عالتيل التركي يا شباب. نزلنا فتشونا وصاروا يفتشوا خفافاتنا. طلعوا خفافات هيك فطوهم. بعدين قلت لهم مي، قلت لهم يعني متنا يا اخي، ما حدا بيحكي من الشباب ابدا يعني. ما بيحكي. المهم وسعنا مي تمينا عنهم 10 دقايق وسألونا قال كيف انتوا جيتوا؟ هن سألونا بالبداية بس انا ما قلتها. قال كيف جيتوا؟ قلنا له جي بي اس. قال مين الريبري؟ قلنا له ما حدا بيعرف. قال مين الريبري؟ طبعا يا شباب انا ما بنصح اي شخص يعمل حاله فهمان ويعرف انجليزي، لانه بس انت عملت حالك فهمان وبتعرف انجليزي راح لك تعال. طبعا في واحد اخ عمل حاله فهمان وضربوه شويه، قالوا له مين الريبري؟ مين الريبري؟ مين الرابري؟ طبعا ما حكى، بس قتل قتله وعلى اجره، ويعني اكل شوي يعني قتله والله، بس نحن ما شفناه. بس نحن هون خفنا يعني بالاخر بعد ما اجت السياره تشيلنا نحن قلنا خلص قلنا متنا. قمنا هيك عم طلع على رجلينا، خالتي عم طلع على اجره، عم بقول في شيء، اخذت له ما في شيء. المهم ركبونا على السيارات، اخذونا على التيل التركي، فتشونا واعطونا مي، فتحوا التيل. فتحوا التيل قالوا هذا التيل التركي. وطبعا اعطونا شنطة مي. طبعا اكل ما اعطونا ابدا بس شنطة مي، يعني فيها شي 21 قنينة 22 قنينة. طبعا قناني اعطيناهم نحن كلنا نحن الشباب. المهم يا شباب نزلنا. وطبعا الجيش التركي وين؟ الجيش التركي الجيش التركي كان هيك بالنسلة لتحت. نحن هون وقفنا قدام التيل. طبعا هون صرنا نحكي مع بعض يا شباب وشو قلنا شو راح نساوي. المهم يا هون راح انهي الفيديو لانه الفيديو صار طويل، وان شاء الله بكره راح اكمل وانزلكم فيديو ثالث واشرح بالكامل ايش صار معانا بعد التركي. واستنونا بكره ان شاء الله، ما راح اطول. وكمان راح يكون ايش صار معانا بالجيش التركي، هل خلصنا حالنا، هل انكمشنا، وش صار بالتفاصيل. ان شاء الله الفيديو راح ينزل بكره، وانا هون وانا كمان هون راح انهي الفيديو لانه طولت عليكم. وبكره كمان عندي شغل، واستنونا في فيديو ان شاء الله بكره. كان معاكم علي. تشاو.